طول عمرنا بيتضرب بينا المثل بالاحترام والسيرة الطيبة. أنا مش عارف أنت طالع لمين يا عرفة. ليه كده بس يابا؟ يعني مش عارف ليه عرفة؟ بس خليك محضر خير يا راضي. وهيجي منين الخير وأنت مخلي سيرتنا على كل لسان؟ أنا بس أعمل إيه بس يابا؟ ما أنا متجوز واحدة نكدية ومطلعها حسي. ما على رأي المثل، الطيور على أشكالها تقع، وتلم تنتن على تنتون والاتنين أنتن وأنتن. ماشي يابا، مقبولة منك برضه. يا عرفة خلاص أنت كبرت على الحاجات دي، وبنتك بسم الله ما شاء الله دلوقتي عروسة، فاللي بتعمله ده ما يرضيش حد. أنت صحيح ناوي تطلق محاسن؟ أطلقها؟ مين اللي قال كده؟ هي قالت لمرات أخوك، رفعت عليك قضية طلاق. والله تبقى عملت خير يابا، والله عملت خير. على الأقل أخلص من نكدها ووشها النحس ده. دولية مبعجرة يابا. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ نعمل لها ايه يعني يا راضي؟ واحدة وعايزة تتطلق، ما تتطلق. اروح ابوس ايديها واتحايل عليها اقول لها بلاش والنبي؟ هما القرشين اللي معاه خلصوا؟ شوف يا عرفة، انا لا هقول لك طلق ولا هقول لك ما تطلقش. اعمل اللي انت عايزه. انت حتى خسارة فيك النصيحة، بس انا عايز اقول لك كلمة واحدة بس. اتق الله في نفسك وفي بنتك وفينا يا ابني. يابا انا خلاص مش عايز اسمع منك ولا كلمة. اتفضل روح شوف حالك، انا حتى مش طايق ابص في وشك. ماشي يابا ماشي. ليه كده بس يابا؟ ما كنا صبرنا عليه شوية. انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ يا ما صبرنا عليه، واذا كان على سمية انا هاخدها عندي تاكل لقمة وترمي 10 وتقعد معززة مكرمة. ليه بس يا حاج؟ وانا كليت بيها لا سمح الله؟ دي سمية دي بنتي، زي ندى وباسم في معزتهم بالظبط. انا عارف يا واد انك جدع وابن ابوك، بس انا عايز سمية عندي اهو، يبقى احس معايا في الشقة بدل ما انا قاعد لوحدي. زي ما تحب يابا، اللي انت عاوزه اعمله. وبعدين مراتك دي طلعت كلمنجية. ليه بس؟ قالت لي انها هتجوزني ومفيش حاجة حصل. مش يمكن بتدور لك على عروسة؟ طب اخويا اما نشوف اخرتها معاك ومع مراتك. يا حاج يا حاج. ياد انا في عزي واصبة منك. ربنا يديك طولة العمر والصحة يابا. ويكرمك يكرمك يا راضي يا ابن عمري، ويديك على قد نيتك الصافية. ربنا يخليك، ربنا يخليك لينا يا حاج مرشيد يا جميل يا قمر انت يا حلو انت يا حلو. راضي يا حبيبي، عامله لك شويه حلويات تاكل صوابعك وراها. يلا يا نونو. الله ايه ده؟ عفريتة. ايه ده يا راضي حبيبي؟ اللي ما قلت لي تسلم ايدك يا نجاة، تخص عليك. تسلم ايدك يا الوجع. بس ايه رايك؟ هي من جهة حلوة بس كلها يا اخويا صناعي. ايوه عمليات تجميل كلها، بس لا عامله زي الفراخ البيضة ملهاش طعم، بس الفراخ البلدي لا، ليها طعم وليها ريحة حاجة تانية. لا البلدي يؤكل. انت كده يا نجاة ما يعجبكيش الحاجة ابدا. كوني بقول لك الصراحة يبقى ما عجبنيش العجب. اخس عليك يا راجل، دي كلمة تقولها؟ الله بتغير عليا ولا ايه؟ انا جيت بغير عليك طبعا، بغير عليك. بس مش هتعمل التلفزيون، يعني هي تطلع من التلفزيون تقعد جنبك. بعدين بنستنى يا راجل. خد يا حبيبتي. يلا يا ليلو يا ليلو. الله ده
حته ولا حاجه. يلا روح بلاش تبقى عينيك عشان عندك شغل الصبح. هاتولك شويه. يا بنت الجنيه. ماشي براحتك. الله، ده مهنها زعلت ولا ايه؟ الله يخرب عليك، انا جيت قلت كده. طيب نطفي ده بقى، هروح صريحها، انا ما اقدرش على زعلها ابدا. ها، مال القمر ماله ما جيناش على بال. ايه يا نوجه؟ ايه يا بنت، انت زعلت مني ولا ايه؟ الله، بهزر معاكي. انا هزعل منك ليه بس يا راجل؟ انا بس خدت على خاطري عشان بقول لك قوم وخايف عليك ان عندك شغل الصبح، وبعدين قلت لي لا سيبيني شويه، ما اعرفش كان ايه اللي شدك في التلفزيون قوي كده، وانت كل حاجه تعملها وتقول لي بهزر معاكي. طبعا بهزر معاكي، بعدين انا بتفرج على شكيرة. طب وماله حبيبي، اتفرج على اللي انت عاوزه. طب يلا يلا عشان تنام وعندك شغل الصبح. بشرط تقعدي جنبي لحد ما انام. حاضر يا فندم. اديني فرصه بس اغير هدومي وهاجي جنبك حالا العب لك في شعرك لغايه لما انيمك. طيب، وبعدين يا حبيبتي انا لما كنتش هتدلع عليكي هتدلع على مين؟ ربنا يخليك ليا يا راضي وما يلا. تحرمش منك ابدا. يلا يا حبيبتي. حاضر يا حبيبي، هجيلك حالا يا حبيب قلبي يا ابو عيالي، هغير بس الهدوم. انت لسه هنا يا راجل؟ ايوه انا جاهز، بس الزرع دلوقتي؟ وفي كل وقت. خد يا نجاة، كملي. وانت رايح فين؟ انا ماشي. ماشي على فين؟ خلاص تعبت وعايز ارتاح. طب قول لي هتروح فين؟ كملي يا نجاة، كملي، المشوار لسه قدامك طويل. راجي راجي، انت رحت فين يا راجي؟ راجي راجي، رحت فين؟ راجي، يا ساتر يا رب، خير اللهم اجعله خير، خير اللهم اجعله خير يا رب. صباح الخير يا نجاة. ياه، تصوري اديلي كتير قوي ما صحيتش قبلك من النوم. ايه، واضح ان كان شكلك تعبان امبارح. لا يا اخويا ولا تعبانه ولا حاجه، صباح الفل يا صباح الياسمين يا صباح الهنا. هقوم احضر لك الفطار اهو. يا نجاة، انت مش طبيعيه، مالك في ايه؟ لا يا اخويا مفيش حاجه ابدا، انا كويسه والحمد لله. الحمد لله يا اخويا. نجاة ارتاح انت وانا هعمل الفطار بنفسي، مفيش مشكله ولا حاجه. لا يا اخويا ربنا يريح قلبك، مش انا بتحرم منك ابدا، انا هروح اعمل لك الفطار. راجي، بقول لك ايه، عايزه اقول لك حاجه، يعني ما تاخد لك كام يوم اجازه كده تقضيهم معانا، انا محتاجاك انا والولاد، وبالك زمان ما خدتش اجازه. اجازه؟ وفي ايه يا نجاة؟ الله، مفيش حاجه، هو كوني بقول لك تاخد اجازه وانك تقعد معانا يبقى في حاجه يا راضي؟ ما تبقى لك كتير ما قعدتش معانا. مفيش ازاي بقى يا نوجة؟ انت النهارده قايمه من النوم شكلك مش طبيعي، اكيد في حاجه. بصراحه يا راضي يا حبيبي، انا حلمت حلم مش مريحني كده وقلبي مقبوض. حلم؟ خير اللهم اجعله خير. يا ستي انسي، ارمي من ورا ظهرك. ما انا بقول كده هرمي ورا ظهري. حاضر يا حبيبي، ما هو ده اللي انا هعمله، كلامك مظبوط. طب يا راضي يا حبيبي عشان خاطري، طب ان شاء الله النهارده اقعدوا معايا، بلاش تنزل. ايه؟ ما نزلش ازاي؟ انا شغال في طابور يا نجاة، ده انا في اسم بوليس. خلاص يا ستي، ليكي عليا احاول كده ارتب ظروفي واخد لي يومين اجازه ونقضيهم سوا مع بعض، ماشي؟ ماشي طب يلا بقى. يا ريت، ربنا يخليك ليا. حضري لي لقمه ما بقى، تحرمش منك يلا أبداً. حبيبتي، يلا يلا روحي بقى عشان مستعجل. حاضر. لا اسمعي، ايوه انت ما
تجننيش اخوكي بحكايه السفر دي. لا يا حبيبتي، ما هو انا مش هسكت لك. اسمعي ما اقولك، انت تطلبيه وتكرهيه في حكايه السفر دي خالص، وتقولي له بقى ايه؟ ما يسافرش. ايه؟ ده هاني حبيبتي اللي فاضل لي. يا بنت انت مالكيش ذنب. طب تعرفي لو ما عملتيش كده انا هطين عيشتك انت وجوزك. طيب لما اشوف. بوسيلي الولاد، مع السلامه. ماما، ايه ده؟ انت كنت بتتكلمي مع مين؟ مع اختك. اكيد طبعا اقنعتك بموضوع السفر ده. اسكت، دي زعلانه ومتضايقه وحالها وحش قوي. ليه؟ الغربه وحشه يا ابني، والحال عندهم ضنك، وهي وجوزها مش لاقيين اللضا. انت فاكراني هصدق الكلام الفارغ ده؟ ده انا لسه مكلمه هي وجوزها اول امبارح وكانوا الاتنين زي الفل. ما انت اخوها، مش عاوزك تشيل همها، لكن انا امها لازم تفضفض معايا. مش عارف ليه مش مستريح لكلامك ده يا ماما. خلاص براحتك، اهي عندك اهي، اطلبها وابقى اسالها. انا نازله بقى وعندي مشوار مهم، بس على الله بقى لما ارجع الاقيك عقلت كده واتعظت من اللي حصل لاختك، وتسيبك من حكايه السفر. سلام. انا مش عارف بس ايه يا ماما اللي عاجبك هنا. براحتك، بس انا هسافر يعني هسافر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. اخرس. طبعا. اهلا ست ايريني. اهلا بيك. بقيت فلوس الدواء يا دكتور. اخرس. متشكرين يا ست ايريني. العفو. هي الفلوس دي مش كان ميعادها تندفع امبارح؟ يعني ايه؟ ادفع النهارده بالفوائد ولا ايه؟ لا عطا اصله بيحب يهزر معاكي. ايوه صح، انا بحب اهزر مع الست ايريني لان هي ست عزيزه علينا. الهي يعزك يا عطا ويريحك راحه ابديه. ايه ده؟ انت بتدعي لي ولا بتدعي عليا؟ ها يا ست ايريني، اخبار هاني ابنك ايه؟ منشف ريقي، ليه بس؟ طالع في دماغه حكايه السفر دي، عاوز يحصل اخته. سفر ايه بس؟ ما انا اتخرجت واتجوزت وسافرت، عشت بره في الغربة أكتر من 20 سنة، وفي الآخر ما لقيتش أحسن من البلد. رجعت فتحت الصيدلية دي واستقريت هنا. خير ما عملت. يا ريتك لما تشوف هاني تقول له الكلمتين دول بدل السفر اللي عاوز ياخدني معاه فيه ويشحططني هناك. سلام. مع السلامة ست ايريني، مع السلامة. ايه ده؟ في حد يسيب بلاد بره ويرجع هنا تاني؟ وهو في زي هنا يا عطا؟ اديني يا دوبك راجع بقالي كام سنة، فتحت الصيدلية دي علشان اسلي نفسي بيها، رغم ان انا مش محتاج، واهل الحي هنا بقوا حبايبي واصحابي. ده بقى مش ممكن تلاقيه في اي حتة تانية غير مصر. ما هي كلمة مش محتاج دي هي اللي مطمعة الخلق كلها فيك يا دكتور. يا اخي الواحد يعمل حاجة لاخرته. انت عارف يا عطا ان انا ما عنديش اولاد ومراتي ست مريضة، أو يعني الواحد يزكي عن نفسه وعنها يمكن يكسب ثواب. ربنا يقدرك على فعل الخير يا دكتور. بقول لك يا دكتور، ما تكسب فيا ثواب وتعزمنا على حاجة ناكلها. حاضر يا عطا، اتفضل يا سيدي، روح شوف نفسك في ايه هتليك وليا. تمام، ربنا يكرمك يا دكتور. روح يا شيخ، ربنا يكرمك. اهو انا اولى من الغريب. ست ايريني. ايوه خير يا معلم. الاستاذ هاني في البيت؟ ايوه في البيت. في حاجه؟ بلغيه ان انا لقيت له طلب. هو طلب منك ايه؟ كوبايه شاي ولا كوبايه سحل؟ سحلب ايه وشاي ايه يا ست ايريني؟ انا لقيت له زبون للبيت. بيت مين؟ بيتكم. الله، هو انتوا مش عارضينه للبيع؟ يا نهار اسود، احنا هنبيع بيتنا؟ الاستاذ هاني هو اللي قال لي، وعشان كده انا جبت زبون. ويطلب منك انت ليه؟
انت مش قهوجي؟ مالك انت ومال الموضوع ده؟ ما انا جنب القهوه بقلب عيشي في السمسره. الهي يقلب بطنك يا بعيد. نعم. اسمع ما اقول لك، انت مالكش دعوه بالموضوع ده، احنا لا بنبيع ولا بنشتري. ما تتدخلش في الموضوع ده خالص ومن غير سلام. ها؟ معلش يا اختي، حقك عليا. انت ايه عاميه؟ عمي ايه يا وليه ومفتح؟ هتعميني على الصبح؟ خلاص يا اختي خبطت فيك وتك، معلش حقك عليا، ايه لازمته الغلط؟ خلاص اوعي جوري من وشي. صحيح عمية القلب والنظر. خرب بيت سنينك، عليا النعمه من نعمه ربي يا وليه انت، لولا ست كبيره لا كنت خليت اللي ما يشتري يتفرج عليكي. يخرب بيت سنينكوا، ده ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. مين الولايه دي؟ معلش يا ست ام باسم، دي ست ساكنه ورانا وعقلها على قدها. ايه اللي على قدها؟ دي لاسع، دي تررلي، دي ماشيه تقول الشكل للبيع، بتتخانق مع دبان والشاي من غير ما حد يعمل لها حاجه. المهم ما لمحتش اللي ما يسمى اللي اسمه عبده؟ لا، من ساعه الحكايه اياها ما ظهرش. عشان كده المنطقه هاديه. عموما ما تخليش السور راضي يلمحه، لان ده ناوي يمسك في خناقه وهيلبسه جنايه، هيوديه في 60 داهيه. عموما هو اكيد عارف، عشان كده ما بيبانش. وبعدين الحكايه عدت على خير الحمد لله، تبات نار تصبح رماد. على رايك، ربنا يجيب العواقب سليمه. يلا فوتك بعافيه. الله يعافيكي. مع الف سلامه يا ست ام باسم. هو ايه اللي جرى في الحاره يا جدعان؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا عم ابو العزم. اخبار عبده ايه؟ عبده؟ عبده مين؟ الواد البلطجي ده؟ لا ما شفتوش وما اعرفوش ومش عايز اعرفه.